سما المصري خرجت من سجن النساء بالقناطر وهتعيش حريتها مرة تاني بعد ما قضت سنتين في السجن ودفعت غرامة 300 ألف جنيه. اتعلمت فيهم الكتير وقررت انها مش هتعمل اللي عملته قبل كده، بس كان رد فعلها غريب أول ما خرجت من السجن. يا ترى إيه الحكاية؟ الفنانة سما المصري خرجت من السجن بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وده لأن في الفترة من ديسمبر 2019 لحد إبريل 2020 نشرت بقصد العرض صور خدشة للحياء العام، ونشرت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب كمان مقاطع مصورة ليها بتبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام. النائب العام وقتها أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة ليها خدشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية بها مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية. سما بعد ما خرجت من السجن خرجت في حالة هدوء تام، ولا أعلنت ولا اتكلمت، وكأنها نفسها تعيش حالة سلام وهدوء بعد فترة السجن. لما الخبر انتشر ان سما المصري خرجت من السجن بدأت الناس تدعيلها بالهداية وان ربنا يتوب عليها من اللي بتعمله، وفي ناس نصحتها انها تتجه للتمثيل وتطور نفسها وتبطل الصور والفيديوهات اللي كانت بتعملها لانها بتعمل حاجة تغضب ربنا، وفي اللي قالها يا ريت تجربة السجن تعلمك ان الدنيا لازم تمشي فيها عدل لان القانون هو اللي بيتكلم، وصوتك العالي وفيديوهاتك اللي مش صح خلتك تتحبسي. سما المصري كان ليها وقعة شهيرة مع الإعلامي تامر أمين لما سما قالت قبل كده في لقاء تلفزيوني ما بحبش أي بني آدم عايز حاجة وما وصلش ليها ينتقد الناس عيب كده، علشان يرد عليها تامر أمين يقول لها كان نفسي وحلم عمري ارتبط بيها واشتغلت وكونت نفسي لكن للأسف رفضتني لأني مش من مستواها. سامية أحمد عطية عبد الرحمن وهو الاسم الحقيقي بتاعها، من مواليد محافظة الشرقية سنة 1976. خلصت الدراسة بتاعت الثانوية وبعدها درست في جامعة الزقازيق كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. كانت بداية عملها في بازار لبيع التحف، وبعدها اشتغلت في مجال السياحة ولكن ما كملتش الشغل فيه وتوجهت في العمل في البورصة بقسم العلاقات العامة والتسويق، وبعد سنة سافرت للخارج علشان ترجع من تاني في مجال الفن كمذيعة على إحدى القنوات الفضائية. مع خروج سما المصري من السجن الناس بتقولها حاولي تتعلمي من اللي فات علشان ما تتحبسيش تاني.